لو انت ما بتاكلش لحوم كويس، او انت نباتي، او من الناس اللي ما بتاكلش الاسماك البحريه، فانت ناقصك حاجات كتير قوي. في مجموعه فيتامينز ما بتجيش الا غير من المصادر الحيوانيه بس. اول واحد فيهم فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 ما بيجيش الا غير من زيت الاسماك البحريه. واتكلمنا قبل كده على الرنجه، ونموذج طبعا هي نموذج منها الرنجه والسردين والتونه، ومعانا كمان السلمون والمكرل. دي اعلى مصادر لفيتامين دي 3. وعلى فكره ده غالبا السبب الرئيسي في نقص فيتامين دي 3، ان الناس اصلا ما بتروحش للمصادر الغذائيه دي. تعال خد بقى الفيتامين الثاني اللي بينقص، فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ما بيجيش الا غير من اللحمه بس. اللحمه والاسماك والكبد هو اعلى مصدر ليه. اتبقى عندي كمان فيتامين اي في شكل الريتينول، وده مصدره الرئيسي بيجي لي من الكبده او من الالبان او بيجي لي من البيض. يبقى لو بيروحش المصادر الحيوانيه، او ما بياكلش كويس اللحوم والاسماك او مشتقات الالبان. وكمان هنا بيكون اكتر للناس الفيجنز والستريكت فيجنز، الناس النباتيين جدا والبعاد كل البعد عن المصادر الثانيه، بيبقى عرضه كبيره قوي لنقص الفيتامينات دي عندهم. قد يكون فيتامين اي بيتعوضوه بحاجه اسمها البيتا كاروتين موجوده هناك، بتتحول جوه الجسم لفيتامين اي. انما بيعانوا من نقص فيتامين دي 3، وبيعاني كمان برضو مع الوقت من نقص فيتامين بي 12، وبالتالي بيضطر ياخدهم كمكملات. فخد بالك اكلك عامل ازاي عشان تعرف صحتك هتبقى عامله ازاي. افتكر دايما ان صحتك اهم.